في أيام المدارس بنبقى محتاجين حاجات توفر علينا الوقت اللي بنقضيه الصبحية في المطبخ عشان نحضر بقى سندوتشات لللانش بوكس. فالنهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا، ممكن نعمل منها كمية ونشيلها في الفريزر، والصبحية يا دوب بناخد منها واحدة ونحطها في اللانش بوكس، على وقت البريك هتبقى فكت ورجعت كأنها طازة. اول حاجه هنحضرها هي الحشوه. هنحط معلقه كبيره من الزيت او السمنه في طاسه ونسخنها وننزل عليها ببصله تكون متوسطه، نقطعها مكعبات صغيره كده وهنقلبها لغايه ما البصله يبقى لونها اصفر كده فاتح ذهبي، يعني مش عايزينها تاخد لون غامق، مجرد بس تدبل وتاخد اللون الاصفر ده. نضيف بقى عليها ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هنقلب طبعا اللحمه مع البصل لغايه ما اللحمه لونها يتغير وتبقى باللون ده. نضيف بقى عليها التوابل اللي نحبها، انا هضيف ملح وفلفل اسود ورشه من القرفه. ممكن كمان تضيفوا بهارات اللحمة أو بهارات البرجر لو متوفرة عندكم. هنديها تقليبة كده مع بعض وتبقى كده خلاص اللحمة بتاعتنا استوت، هنسيبها على جنب عشان تبرد. عشان بقى نحضر العجينة هنحتاج كوباية من اللبن الدافي يعني 220 جرام، وهنضيف عليها 3 معالق كبار من السكر يعني 42 جرام، وهنضيف عليها كمان معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية يعني 8 جرام، ومعلقة كبيرة من الزبادي. هنقلب كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هنضيف عليها الدقيق. احنا للوصفة دي هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق يعني 375 جرام، وهنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. هنقلب بقى كل المكونات كده بالمعلقة ونلم العجينة بتاعتنا. العجينة المفروض تبقى بتلزق، لو لقيناها مش بتلزق كويس ممكن نضيف معلقة او 2 من اللبن. كمان لو الزبادي مش متوفر ممكن نعوضه برضو بلبن. ده قوام العجينة اللي احنا عايزينها. هنعجنها بايدينا كده لمدة دقيقة عشان نتأكد ان هي لسه فيها تلزيقة، لان احيانا العجينة بتبقى باينة ان هي ملزقة، لكن لما نعجنها شوية نحس ان هي لمت ومبقتش بتلزق، لكن احنا مهم قوي تبقى بتلزق معانا بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليها المكون التاني وهو الزبدة. احنا محتاجين 3 معالق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة يعني 45 جرام. ما تقلقوش، اول ما بنضيف الزبده ونبدا نعجن بنحس ان العجينه اتقطعت، هي كده مش بايظه، هي بس انتوا محتاجين تكملوا عجن. كل ما هتعجنوا هتلاقوا ان العجينه بدات تلم معاكم بالشكل ده. هنعجن فيها على الاقل بتاع 6 7 دقايق تاني لغايه ما تبقى العجينه معانا ملساء كده وطريه. شايفين ده القوام المظبوط، العجينه معايا طريه فيها تلزيقه خفيفه، لكن اقدر اتحكم فيها واشكلها. لو حسيتوها ان هي بتلزق زياده عن اللزوم ممكن تضيفوا معلقه او 2 دقيق. هنغطيها ونسيبها تخمر لغايه ما حجمها ما يتضاعف. دلوقتي بقى هنفرغ منها الهواء عشان نبدأ التشكيل، ومهم قوي ان احنا نفرغ الهواء تماما منها بالشكل ده. انا المقدار ده هيعمل لي 12 واحدة، تقريبا وزن الواحدة حوالي 65 جرام. ممكن طبعا تكبروها او تصغروها حسب ما تحبوا، لكن بصراحة اللي هي وزنها 65 جرام دي وزنها مناسب جدا وحجمها حلو قوي، وهتبقى مناسبة كمان لللانش بوكس. طبعا ممكن نستخدم الميزان عشان يسهل علينا، او بالنظر كده ممكن نقطعها ل 12 واحدة متساويين، وهنعملها كور بالشكل ده. وبعد ما نخلص تشكيل كل الكمية هنغطيها عشان مش عايزين الوش بتاعها يعمل قشرة او يشقق مننا. بعد كده هناخد اول واحدة وهنبدأ بقى ان احنا نحشيها. للحشو هنحتاج خيار متقطع شرايح، طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وشرايح كده من الجبنة الشيدر. ممكن نستخدم طبعا الجبنة اللي هي بتاعة البرجر، المربع الواحد نقطعه ل4 يعني هناخده في 4 فطاير. طبعا ده جنب اللحمة المفرومة اللي احنا كنا معصجينها. هناخد الكورة ونفردها بالشكل ده، وبعد كده هنفرد اكتر الاطراف بتاعتها. يعني بعد ما نفردها كلها بسمك واحد هنيجي للاطراف بتاعتها ونفردها اكتر بايدينا، نخلي السمك بتاعها اقل من السمك اللي هو في النص، عشان لما نلمها يبقى كلهم السمك بتاعهم واحد. هنحط بقى معلقة كده من اللحمة المفرومة، عليها شوية من الخيار، على شوية من الطماطم، وشوية من الجبنة، ونبدأ بقى نقفلها بإيدينا بالشكل ده، ونقفلها كويس جدا عشان ما تفتحش مننا في التسوية. بعد كده هنلفها بإيدينا بالشكل ده عشان يدينا الشكل المدور بتاع الكايزر، لأن السندوتشات دي تعتبر كأنها سندوتشات برجر كده. هوريكم كمان واحدة تاني احنا بنفردها ازاي. بنفردها كده دايرة بسمك واحد، وبعد كده الأطراف بتاعتها بنبدأ نفردها بإيدينا تاني بسمك أرفع من بقية العجينة، وهنبدأ نحط فيها الحشوة زي ما عملنا في الفطيرة اللي قبلها. طيب احنا لو مش عايزين نعملها الحشوة دي احنا ممكن نعمل حشوات تانية. احنا ممكن نعمل حشوة فراخ، ممكن نعمل حشوة البيتزا، يعني الحاجات اللي بنستخدمها في البيتزا ممكن نستخدمها نحطها جوه الفطيرة من جوه. ممكن كمان نعمل حشوة عبارة عن خضروات، يعني مشروم مع فلفل مع بصل مع جزر، ونعملها في الحشوة بتاعتها عادي جدا، يعني الحشوة دي حسب مزاجنا. بالنسبة كمان للطماطم اللي بنستخدمها احنا بنشيل القلب منها لو القلب طري قوي، يعني ناخد الحتت اللي هي جامدة منها عشان ما تعملش مية جامدة جوه الفطيرة من جوه. وبعد ما نخلص تشكيل كل الكمية بنغطيها ونسيبها ترتاح
تلت ساعة بس، ما بنزودش عن كده. ممكن في الشتاء نخليها نص ساعة، لكن احنا في الصيف هو تلت ساعة كفاية. وبعد كده بندهن الفطاير كلها باللبن، ممكن كمان ندهنها بصفار بيضة عليها معلقة من اللبن، بس يعني اللبن كفاية أوي مفيش مشكلة. ونحط عليها كده على الوش شوية من السمسم مع حبة البركة أو سمسم بس، أو حتى لو عايزينها سادة مفيش أي مشكلة. في الوقت ده أول ما بنسيبها تخمر تاني مرة، بنكون مشغلين الفرن على 190 أو 200، وبنحط الصاج في الرف الوسطاني. بتاخد تقريبا تلت ساعة، ولو في مروحة بنشغل المروحة. ولو لقيناها استوت من تحت كويس ولسه من فوق ما خدتش اللون كفاية، ممكن نفتح في الآخر كده الشواية دقيقتين 3 عشان تاخد لون كمان من فوق. أول ما بتخرج من الفرن بندهنها كده بدهنة من الزبدة خفيفة على الوش، بتديها طعم حلو قوي. ونروح مغطينها على طول كده لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده بجد يعني هتشوفوا أطرى فطاير ممكن تجربوها. شايفين لما بضغط عليها طرية جدا جدا. طبعا أول ما بتبرد تماما نحطها في أكياس ونشيلها في الفريزر. بس شايفين الطراوه بتاعتها. بصوا لما بضغط عليها باينه قد ايه الفطاير بتاعتنا قطنيه جدا. ولما تفتحوها من جوه الحشوه بتاعتها كميه بتاعتها مناسبه جدا. فبجد كانها سندوتشات برجر مقفوله كده، ما تقعش منهم وهم بياكلوها. يلا جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنسوش تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.